إزاي نتقبّل نَفْسنا على حقيقتنا؟ ساعات كتير بنحس إن إحنا مش كفاية أو إن إحنا عايزين نغيّر، عايزين نطوّر، بس قبل كل ده إحنا محتاجين إن إحنا نُقف والأول نتقبّل نَفْسنا عشان نبتدي إن إحنا بعد كده نغيّر أو نحسّن. صباح الخير أو مساء الخير أيًا كان الوقت اللي وصل لِك فيه الفيديو ده، أنا ندى حشيش لو مهتمة كمّلي الفيديو. ليه نتقبّل نَفْسنا أو ليه إن إحنا نحب نَفْسنا زي ما إحنا؟ أول حاجة عشان أنتِ ما فيش منِّك تاني، يعني لأ بجد والله أنا مش باجامل، بس أنتِ ما فيش منِّك نسخة تانية، هي النسخة دي الوحيدة اللي موجودة بكل عيوبها، بالشكل ده، بالشخصية دي، ما فيش منِّك تاني، مش متكررة تاني، أنتِ وبس. تاني حاجة عشان ده هيخلّيكِ تعيشي حياة هادية أكتر، يعني علاقتِك هتبقى أحسن بالناس، هيخلّيكِ ما تقارنيش نفسِك بحد، أنتِ بتقارني نفسِك ما بين نفسِك النهارده ونفسِك بتاعة امبارح. تالت حاجة ده هيخلّيكِ حاسة بثقة أكتر، يعني هيخلّيكِ واثقة في نفسِك أكتر، وده بالتالي هينعكس على كل حاجة في حياتِك، لإن أنا قُلت لِك قبل كده إن ثقتِك في نفسِك بتبان بالنسبة للناس، ومش كل الناس عندها الأخلاق الكافية اللي تخلّيها تتعامل مع الشخص المهزوز نفسيًا بشكل أخلاقي بشكل أخلاقي. لأ، مش كل الناس هتتعامل مع ده أو هتحتوي ده، في ناس ممكن تستغل ده ضدِّك. فبس في كل الحالتين لازم تتقبّلي نَفْسِك. طَب إزاي أتقبّل نَفْسي؟ أول حاجة لازم تعرفي إن ما فيش حد مثالي، ما فيش، ولا حتى أنا اللي طول الوقت باقعد أقول الكلام ده وأتكلّم، أنا في حاجات كتير أوي من اللي أنا باقولها باحاول أعملها، يعني أنا عارفة المعلومة مثلًا بتبقي أنتِ كشخص كمثال عارفة إن الكدب غلط، بس ساعات بتكدبي، أنتِ بتحاولي طول الوقت إن أنتِ تطوّري من نَفْسِك أو إن أنتِ تلجّمي نَفْسِك إن أنتِ ما تعمليش الأفعال دي، فما فيش حد مثالي حتى الشخص اللي بيقعد طول الوقت أو الصورة اللي أنتِ شايفة بس مشهد من حياته، أنتِ مش شايفة حياته كاملة ولا عارفة اللي ورا الكواليس إيه، وكلنا بشر ممكن نغلط جايز إن إحنا طول الوقت إن إحنا نغلط ونحاول نحسّن من نَفْسنا، نحاول إن إحنا نتعامل مع أخطائنا. يعني أنا عن نفسي عندي وجهة نظر كده إن الخطأ أو الأخطاء اللي إحنا بنقع بيها دي جزء من شخصيتنا، ما إحنا مش أكيد مش هنكوّن شخصيتنا مش هتتكوّن بس من البودكاست والفيديوهات والكتب والبيئة اللي حوالينا، لأ، أنا بالنسبة لي هو أسوأ مُعلِّم الغلط، إن أنتِ الغلطة اللي أنتِ غلطتيها أو الخطأ اللي أنتِ عملتيه في حياتِك. هو أسوأ مُعلِّم، ولكن هو مُعلِّم يعني باحس إن هو بييجي بعد ما أنتِ خلاص يعني أنتِ استنزفتِ كل فرصِك، أنتِ قريتِ كتير، عرفتِ كتير، لأ، بييجي ده عشان أنتِ تغلطي، فبالتالي تتعلّمي، ما اتعلمتيش، تغلطي نفس الغلطة تاني بشكل تاني فتتعلّمي. كتر الغلط ده هو اللي بيخلّيكِ بعد كده تتصرّفي، يعني هو الطفل الصغير مثلًا بيعرف منين ده، هو بيروح يُقع بيعرف دي الأرض بتزحلق، أنا لازم آخُد بالي المَرّة الجاية، أنا لو نطّيت من على السرير هاتوجع، فبالتالي أنا لأ، هاخُد بالي المَرّة الجاية وأعرف إن ده خطر. آآ فبالتالي زي إحنا برضه وإحنا كبار كده، اللي هو لمّا بنغلط بنبتدي نعرف أنا المفروض ما كانش أعمل كده، أنا المفروض كنت أتصرّف التصرُّف الفلاني ده في الوقت الفلاني، أنا المفروض كنت أرُد أنا المفروض كنت أتصرّف بشكل أكتر عقلانية، أنا كويس إن أنا سكِتّ في الوقت ده، أنا كويس إن أنا اتكلّمت هنا، أنا فاهمة قصدي؟ فالغلط هو ده أكبر مُعلِّم بيشكِّل شخصيتِك، فما تخجليش من الخطأ اللي أنتِ عملتيه، ما فيش حد ما بيغلطش. يعني لو ربنا شال الستر من على كل الناس الحمد لله أنا مش عايزة أقول لِك عايزة أقول الحمد لله إن هو ما شالش الستر من على كل الناس، و يعني أنا حتى باستغرب لمّا مثلًا تطلع شخصية مشهورة أو حد يبقى ليه غلطة، تبُص تلاقي الناس بتسن لها السكاكين، وتبتدي بقى تشيّر كل حاجة، وكل الناس هتسأل، هتعرف إيه اللي حصل، مش عارفة إيه، هتفضحها أكتر، والناس بتقعد تلجمها وتجلد فيها، خصوصًا بيحصل الموضوع ده مع الستات، أنا فضفضت زيادة عن اللزوم مش هندخل في الموضوع ده أوي، بس ليه؟ ليه يعني ليه بتعملوا كده؟ هل فراغ؟ هل مثلًا يعني أنتم مسنودين على إيه؟ ما هو ربنا أنت ما بتغلطش؟ مستحيل، لو ربنا شال الستر من على أي شخص يعني مستحيل، مستحيل تكون ما بتغلطش، فأنت بتسِن السكاكين لمين؟ فأولى إن أول حد ما نسنّلوش السكاكين
هو احنا لنفسنا احنا، ان انت ما تبقيش حاسه بالعار، او ان انت مكسوفه من غلطتك، او مكسوفه مثلا من الخطأ انت عملتيه وتقعدي تفتكري. لا، انت كل مره هتفتكري الموقف او الحاجه اللي بتضايقك دي هتقولي كويس الحمد لله ان انا غلطت الغلطه دي، عشان ما غلطش غلطه اكبر، او عشان تتفاديكي بغلطه اكبر. فبالتالي دي كانت تجربه وكان معلم ليكي. افتكري المميزات بتاعتك، اكتبيها بقى في ورقة، سجليها فويس وقوليها لنفسك. افتكري المميزات والمواقف والحاجات اللي انت عديتي بيها، اللي انت نجحتي بيها في حياتك. احنا كتير بنركز على الحاجات السلبية، بس نادرا ما بنركز على الحاجات الايجابيه. يعني تخيلي كده مثلا واحده صاحبتك انت كل ما تشوفيها تقولي انت شكلك مش حلو، انت عندك حبايه، انت تخنتي، انت ما اشتغلتيش كويس، انت مش عارفه إيه. هي هتنفر، هتكره نفسها وهتنفر القعده معاكي. ده اللي انت بتعمليه مع نفسك. فافتكري دايما لنفسك وفكري نفسك بيها. انت فاكره في الموقف الفلاني انت اتصرفتي كده ازاي؟ انت فاكره انت عملتي ايه لما حصل كذا؟ انت فاكره ان مش عارفه ايه؟ انت فاهمه قصدي؟ طول الوقت فكري نفسك بمميزاتك، بالحاجات اللي انت فعلا بتعمليها. انا ما بكدبش، انا ما بشاركش في الغيبه وفي النميمه، انا ما بعملش كذا، انا بعرف اعمل كذا، انا بعمل الاكله دي كويس قوي، انا بحب القرايه وقريت الكتاب. فاهمه قصدي؟ طول الوقت فكري نفسك بالحاجات اللي فيكي يعني. اسألي والدتك مثلا يعني لو انت مش عارفة تسألي والدتك ماما انت شايفاني ازاي، بغض النظر عن نظرية لا مش هينفع اقول اللي هي الايه تمام، بس بلاش تسألي والدتك. اكيد انت لما تقعدي مع نفسك هتفتكري نفسك حاجات كتير حلوة، فكري نفسك بيها طول الوقت. قضي مع نفسك وقت، اتعلمي ان انتي ازاي تكوني مبسوطة مع نفسك. وطالما الفيديو ده نزل فاكيد نزل الفيديو بتاع ان انتي تكوني مبسوطة مع نفسك، او انتي تقضي مع نفسك وقت. فقضي مع نفسك وقت، قراية، تأمل، تمرني، اعملي اي حاجة. المهم انت تبقي مش سامعة غير صوت نفسك بس. ده هيخليكي تتعرفي على نفسك اكتر، هيخليكي تحاولي تشوفي انا ايه اللي مخوفني، ايه اللي بيخليني لازم طول الوقت في حد يبقى قاعد معايا عشان ما يسمعنيش الدوشة اللي هنا. قضي مع نفسك وقت، وتعودي ان انت تحبي القعدة مع نفسك. سامحي نفسك زي ما قلتلك، مفيش حد ما بيغلطش، واحنا بشر وارد ان احنا نغلط. ما تقعديش طول الوقت تجلدي ذاتك، انا عملت، انا سويت، انا مش عارفه ايه، انا سامحي نفسك وتقبليها. ازاي هتبقي عايزه الناس تتقبلك او تسامحك وانتي مش متقبله نفسك؟ سامحي نفسك، لان الخطأ ده زي ما قلتلك افضل معلم، ولكنه معلم قاسي قوي، ولكنه افضل معلم. ما تقارنيش نفسك بحد، قارني نفسك بنفسك. لا السوشيال ميديا ولا حتى اقرب الناس ليكي، صدقيني، حتى لو اختك، لو اخوكي، لو شخص انت مهما متخيله ان هو قريب منك قوي، انت شايفه حياته، انت مش شايفه غير مشهد من حياته. انت ما تعرفيش الكواليس اللي جوه، ما تعرفيش المشاكل اللي جوه، ما تعرفيش هو ايه يعني صاحبتك ايا كان، انت ما تعرفيش هو متاخد منه ايه وربنا مديه ايه. فانا طول الوقت عن نفسي، انا عجباني شيلتي. انا عارفه كويس ايه هي اولوياتي، ايه اللي اتاخد مني وايه اللي خدت حاجه مكانه، ومتقبلاه والحمد لله. ومع الامتنان والشكر والحمد، ده بيزود النعم. وعن تجربه صدقيني، امتنانك ده يعني ان انت طول الوقت ممتنه، الحمد لله يا رب، الحمد لله انا عندي كذا وكذا 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 وكذا، ده بيخليكي حاسه طول الوقت ان انت في حاله اكتفاء. فانا لا بصل حياه حد، ولا انت بتقارني نفسك بحد. قارني نفسك بنفسك، نفسك بتاعت امبارح بنفسك بتاعت النهارده. هل اتطورت؟ هل اول ما يجيلك لحظات فيها شك في نفسك، فكري نفسك زي ما قلتلك بالمواقف وبالحاجات اللي انت عديتيها ومريتي بيها ومريتي منها. حاولي ان انت تكوني دايما مع الناس اللي بتدعمك، مع الناس اللي بتقدم لك الدعم، او مش الناس اللي طول الوقت بتنتقد فيك، بتنتقد في افعالك، بتجيب لك فاكره لما عملتي، فاكره لما سويتي، فاكره مش عارفه ايه، انت فاكره نفسك كذا، انت عملتي كذا، انت سويتي كذا. دي مش البيئه المناسبه اللي انت حتى. يعني نفرض ان انت مضطره، في مثلا ناس بتبقى هم دول اهلهم، فهم مضطرين ان هم يتعاملوا معاهم. حاولي تدخلي من هنا، تطلعي من الناحية التانية، وان انت تحاولي ان انت تزحمي ده بناس تانية بتقدم لك الدعم الكافي، او اللي انت محتاجاه، او حتى ان انت تقفي جنب نفسك وتدعمي نفسك. ما تسيبيش نفسك وما تسلميش نفسك للبيئة دي، ان هي تحكم عليكي، او ان هي دي تقولك اه هو ده انت. لان محدش عارف
انت غيرك، انت محدش عارف انت مريتي بايه، شفتي ايه في حياتك غيرك انت، محدش عارف انت عملتي ايه، انت وصلتي للنتيجة دي ازاي غيرك انت. اشتغلي على انك ت... 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 تطوري من نفسك، بس من غير ضغط، يعني من غير ما طول الوقت حاسه انا لازم اعمل، انا لازم اسوي، انا لازم مش عارفه ايه. لا، في هدوء. هنشتغل على نفسنا، هنحسن من نفسنا، هنطور من نفسنا، من غير ما يبقى في حد بيجري ورانا، ولا حد منتظر منا حاجه، ولا احنا عايزين نثبت حاجه لحد. احنا عايزين نثبت لنفسنا انا اقدر، انا اعمل، انا عملت، انا سويت، انا متفق مع نفسي ان انا هعمل كذا يبقى هعمله. مش ان انت عايزه تثبتي حاجه لحد. ان انت تطوري من نفسك، وان انت تغيري من نفسك وتحسني من نفسك يوم عن يوم، ده كويس، ده حاجه حميده جدا، دي حاجه مطلوبه جدا، ولكن بدون ضغط. انت محدش بيجري وراكي، محدش، انت مش طالبه انت تثبتي حاجه لحد، ولا نو وان كير. اهم حاجه ان انت تقبلي نفسك وتحبي نفسك زي ما هي، تقبليها بعيوبها بمميزاتها، عشان تقدري ان انت تغيري منها وان انت تحسنيها. ما حدش عايز منك حاجة، انت مش مطالبة تثبتي حاجة لحد. وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عاجبك، وان هو يكون يعني ازادك مثلا قيمة او فايدة. شكرا لوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. لو عندك اي حاجة ضد الكلام اللي انا بقوله، او حتى متفق بيها او تجربة، اتمنى ان انت تشاركيها معانا في الكومنتس، عشان تفيديني انا، او يعني تصلحي لي مثلا الغلط اللي عندي في اللي انا بقوله، فبالتالي ان انا اطلع بنتيجة احسن. ولو حد شاف الكومنت، بالتالي يعيد تفكير، هل انا كلامي صح، كلامي غلط. انا مش جاية اضل الناس، انا عايزة ان انا اقدم فايدة، وهو ده اللي انا بحاول ان انا اعمله. شكرا.